تخيل في عام 2025 يضرب الزوجة تاعو يستدل بآية من سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هل يعقل أن دين الإسلام دين العدل والرحمة والمغفرة يأمر بضرب وإهانة المرأة أو إهانة الأم والأخت والابنة والزوجة؟ هل يعقل؟ يعني من الأسباب التي جعلت المجتمع والأسر تتفكك، جعلتهم مضطرب نفسيا، هو فهمنا السطحي للأمور، فهمنا السطحي للقرآن ومعانيه. وبما أن القرآن يشرح بعضه البعض، لنبحث في هذا الكتاب الحكيم كتاب المجيد عن معنى الضرب. نبدأ من أول الآية: واللاتي تخافون نشوزهن. ما معنى النشوز؟ نأتي لآية المجالس في سورة المجادلة. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. يعني إذا قيل لكم قوموا واجلسوا في أماكن مرتفعة يرفع الله درجاتكم في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم. وقال في موضع آخر في سورة البقرة: انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. يعني انظر إلى العظام كيف نرفعها فوق بعضها، عظمة فوق عظمة فوق عظمة، بعد يجي قفص الصدر بعد الجمجمة، ثم نكسوها لحما. النشوز في اللغة العربية هو العلو والارتفاع. واللاتي تخافون نشوزهن، يعني والتي تخاف تعاليها، تتعالى عليك بمالها بنسبها بجمالها. فهنا أعطاك رب سبحانه خطوات حكيمة. فأول خطوة هي فعظوهن، يعني انصح بأسلوب لين بموعظة حسنة، يعني ذكرها بكلام الله بالقرآن كما قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. تبقى تعظها يعني أيام وليالي، مش مرة ولا مرتين. فإن لم تسمع أو تعقل فهنا نلجأ لمرحلة الأخرى، واللي هي الهجر في الفراش، الاعتزال في الفراش. واهجروهن في المضاجع. هذه كما قلت خطوة لها تأثير على نفس الإنسان. فإن لم تسمع أو تعقل وتبقى تتعالى وتتجبر، نلجأ لمرحلة الأخرى واللي هي واضربوهن. وهنا ليس الضرب الفيزيائي كما نعرفه نحن. فمعنى الضرب هنا راح نعرفوه في الآيات اللي راح نذكرها، فأنصت. يقول الله في سورة المزمل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون في الأرض معناها يضربون، معناها يسافرون ويهاجرون طلبا للرزق والعلم. أعلم ما كفاتكش الآية. قال الله في سورة الكهف: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ما معنى ضربناهم مثلا؟ معناها ضغطنا على آذانهم، أي فصلنا عنهم الصوت الخارجي وألقينا عليهم النوم الثقيل. وقال أيضا في سورة الحديد: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فضرب بينهم بسور يعني فصل بينهم بسور. معلش نزيد نعطيك مثال حي. مثلا نقول لك هذه المعلومة أو هذا المصدر اضرب به عرض الحائط. مش معناه اضرب مثلا يعني تجاهله، يبتعد عنه. أفعال الضرب لها معاني مباشرة فيزيائية. مثلا وكز، فوكزه موسى فقضى عليه، وكزه موسى فقضى عليه. سكت، فسكت وجهه وقالت عجوز عقيم. أهش بها على أغانمي فاجلد كل واحد منهما. رأيت أفعال الضرب مباشرة فيزيائية. فهذه الآية في سورة النساء تحث على الوعظ، ثم الهجر أو الاعتزال في الفراش، ثم الضرب. والضرب هنا ليس الضرب الفيزيائي، وإنما الضرب هنا هو مباعدة والهجران والتجاهل والانفصال، ليس الطلاق. يعني تقدر تديها البيت بويها تبقى لمدة حتى يتم الصلح. هذا الأمر يأخذ به العقلاء، وأعتقد أنه سلاح للزوجة والزوج معا في تقويم النفس والأسرة، والتخلص من بعض العادات الضارة التي تهدد كيان الأسرة.